يا أهلا بيكم. النهاردة بجد معانا خبر يعني يعتبر قنبلة في سوق الكورة، خصوصا في المغرب طبعا، بس صدام سمع في العالم كله. النجم المغربي حكيم زياش، أيوه حكيم زياش بينضم رسميا لنادي الوداد الرياضي. معانا كذا مصدر إخباري أكدوا الموضوع ده، فمهمتنا دلوقتي إننا يعني نفهم أبعاد الخطوة دي بالظبط، لأن بصراحة كده لاعب بقيمة وخبرة زياش، لعب في أوروبا لأندية كبيرة قوي، يرجع الدوري المغربي دلوقتي. دي أكيد مفاجأة لناس كتير ومحتاجة وقفة وتحليل. لا أكيد، الموضوع أكبر من مجرد خبر بيتذاعه خلاص. لما بنتكلم عن لاعب دولي بحجم حكيم زياش بتاريخه ده كله، أياكس، تشيلسي، غلطة سراي كمان، ويقرر فجأة يرجع يلعب في البطولة الاحترافية ومن بوابة الوداد، لا دي خطوة يعني لازم نتكلم فيها بالتفصيل. هنحاول بقى نغوص أكتر في تفاصيل الصفقة نفسها والعقد اللي فيه كلام كتير ده، ونشوف رحلته الكروية وصلت لفين. والأهم بقى نفهم ليه، إيه الدوافع ورا القرار ده وتأثيره إيه على الكل؟ ممتاز. خلينا نبدأ كده من الأول، من الخبر الرسمي نفسه. نادي الوداد البيضاوي أعلن خلاص رسمي إنهاء إجراءات التعاقد مع حكيم زياش. النقطة بقى المهمة قوي هنا واللي بتخلي للصفقة بعد تاني خالص، إنها صفقة انتقال حر. يعني إيه بقى صفقة انتقال حر دي؟ محتاجين نفهمها أكتر. بصي، صفقة انتقال حر أو فري ترانسفير دي في عالم الكورة معناها واضح ومباشر جدا. معناها إن النادي الجديد الوداد يعني ما دفعش ولا مليم للنادي اللي زياش كان فيه قبل كده، سواء بقى كان تشيلسي أو غلطة السراي أو حتى الدحيل في قطر زي ما بعض التقارير قالت مؤخرا. ده بيحصل ليه؟ غالبا يا إما عقد اللاعب خلص خلاص مع ناديه القديم، أو العقد اتفسخ بالتراضي بينهم قبل ما يخلص. الوداد في بيانهم الرسمي قالوا إنهم جابوا زياش عشان يدعموا صفوف الفريق بلاعب كبير ومؤثر. وده طبعا يعني نقدر نقول نجاح كبير لإدارة الوداد، إنهم يقدروا يجيبوا لاعب بالاسم والثقل ده من غير ما يدفعوا قيمة انتقال، قيمة ممكن كانت توصل ملايين لو كان لسه عقده ساري. بالظبط كده، دي بتوفر ميزانية ضخمة جدا للنادي. الفلوس دي بدل ما تروح لشراء لاعب بتروح بقى لراتب اللاعب نفسه، مكافآت، حوافز وهكذا. فده لوحده بيخلي الصفقة تبان كأنها يعني ضربة معلم من الناحية المالية والإدارية للوداد، خصوصا إن سوق اللعيبة بقى فيه منافسة فلوس رهيبة. بس برضه خلي بالك، كونه انتقال حر ممكن يدينا مؤشر تاني. ممكن نفكر، هل أندية أوروبية كبيرة كانت مترددة شوية في تقديم عروض قوية ليه؟ أو يمكن هي رغبته الشخصية اللي حسمت الموضوع بعيداً عن أي فلوس انتقال. نقطة مهمة دي فعلا. طيب بما إن مفيش قيمة انتقال، يبقى التركيز كله دلوقتي على تفاصيل العقد بقى، العقد بين زياش والوداد نفسه. هل المصادر قالت حاجة عن مدة العقد، عن قيمته المالية؟ أنا قريت تقارير كده بتقول عقد طويل لحد 2027 وممكن يتمدد كمان سنة. الكلام ده مظبوط؟ هنا بقى الحتة اللي فيها كلام كتير والموضوع بيبقى شيق أكتر، لأن التقارير الإعلامية يعني مش متفقة خالص على النقطة دي. في تضارب واضح جدا. زي ما قلتي، في كلام عن عقد طويل لحد 2027، دي رواية. لكن في المقابل بقى مصادر تانية، وبالذات مصادر مغربية مطلعة زي جريدة المنتخب مثلا، بتقول كلام مختلف تماما. مختلفة إزاي؟ يعني إيه الكلام التاني؟ الرواية التانية دي بتقول لأ، العقد مدته سنة واحدة بس، موسم واحد، وفي بند أو خيار يسمح بالتجديد لموسم كمان، حسب بقى اتفاق الطرفين أو لو شروط معينة اتحققت. ونفس المصادر دي هي اللي قدرت قيمة الصفقة بحوالي 2.5 مليار سنتيم مغربي، يعني تقريبا 2.5 مليون يورو. ده ممكن يكون الراتب السنوي أو تكلفة الموسم الأول كله. فاحنا كده بنتكلم في فرق كبير جدا في مدة العقد، 2027 في حتة وسنة واحدة قابلة للتجديد في حتة تانية. ده فعلا فرق شاسع، تضارب غريب. طب ده ممكن نفسره بإيه؟ ممكن يكون عقد قصير كبداية، يعني الطرفين يشوفوا الدنيا ماشية ازاي الأول وبعدين يقرروا يكملوا مدة أطول، أو يمكن في حاجات تانية مش معلنة. كل دي احتمالات واردة جدا، والتضارب ده نفسه جزء من القصة. بيخلينا نسأل إيه طبيعة الاتفاق الحقيقي؟ هل هو عقد طويل فعلا يعكس ثقة كبيرة من الطرفين واستقرار؟ ولا هو عقد قصير بس بحوافز عالية قوي يعكس رغبة في تحقيق نتائج سريعة ومحددة؟ ويمكن كمان بيسيب الباب مفتوح لزياش إنه لو جت فرصة كويسة يرجع أوروبا تاني بعد موسم ناجح هنا.
لكن الحاجة اللي أغلب التقارير بغض النظر عن المدة اتفقت عليها هي إن في حوافز ومكافآت، فلوس زيادة يعني، مرتبطة بشكل مباشر بأداء زياش نفسه مع الفريق، يعني عدد أهدافه، الأسيستات، مشاركاته، وكمان بنجاحات الفريق ككل، البطولات والألقاب اللي الوداد ممكن ياخدها وهو معاهم. ده بيأكد إن جزء كبير من الفلوس مرتبط بالنتائج والإنجازات. مفهوم. يعني الأداء والبطولات هي اللي هتحدد جزء كبير من الفلوس اللي زياش هياخدها في الآخر. طيب، قبل ما ندخل بقى في الدوافع ورا القرار ده، خلينا نرجع خطوة لورا، نفهم السياق الأكبر. مسيرة زياش الكروية دي، إزاي لاعب وصل للمكانة دي عشان انتقاله للدوري المغربي يعمل الضجة دي كلها؟ مسيرة زياش فعلا مميزة وتستاهل نتكلم عنها. هو نتاج الأكاديميات الهولندية المشهورة بجودتها العالية. بدأ احترافه في هولندا مع نادي هيرنيفن الأول، وبعدين النقلة اللي بعدها كانت لنادي تيفنتي إنشخيدة. وهناك بقى بدأ يظهر بمستوى ملفت جدا، صانع ألعاب وبيجيب أجوان كمان، لاعب مميز. الخطوة الأكبر بقى كانت لما راح أياكس أمستردام، عملاق هولندا طبعا. وفترة أياكس دي كانت يعني الانطلاقة الحقيقية ليه على مستوى العالم كله، صح؟ بالظبط كده. مع أياكس زياش وصل لأعلى مستوياته فعلا، كان النجم الأول للفريق بلا منازع، قادم لنتائج مبهرة قوي محليا وقاريا كمان. أبرزها طبعا الوصول للنص نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 بأداء كان ساحر بمعنى الكلمة، لفت أنظار كل الأندية الكبيرة في أوروبا. أرقامه كانت خرافية، أهداف وأسيستات، وخد جوائز فردية كتير في هولندا. والأداء الخارق ده هو اللي فتح له الباب يروح فين؟ البريمير ليج، الدوري الإنجليزي الممتاز. وراح تشيلسي فعلا. طب التجربة دي كانت ازاي؟ نجحت زي اياكس؟ بصي، تجربة تشيلسي كانت يعني خليط كده، فيها نجاحات وفيها إحباطات برضه. هو كسب معاهم دوري أبطال أوروبا، وكسب السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودي طبعا إنجازات ضخمة جدا. لكن لو هنتكلم على المستوى الفردي، يمكن ما كانش أساسي على طول زي آياكس. المنافسة كانت قوية جدا في مركزه، وكان في إصابات كمان أثرت عليه شوية. ويمكن كمان طريقة لعب الفريق تحت كذا مدرب مختلف ما كانتش دايما بتخدم أسلوبه هو كصانع ألعاب حر. بعد تشيلسي جت خطوة غلطة سراي في تركيا، وده برضه نادي كبير وليه شعبية جارفة، وكسب معاهم الدوري التركي. المصادر كمان بتقول إنه كان في فترة قصيرة كده مع الدحيل القطري قبل ما يروح الوداد، بس تفاصيل الفترة دي مش واضحة قوي بصراحة. تمام. يبقى إحنا بنتكلم عن لاعب عنده خبرة في 3 من أكبر الدوريات الأوروبية: هولندا، إنجلترا، تركيا، وكمان قطر، وحقق بطولات كبيرة ونجاحات. وده بقى اللي بيخلي رجوعه للدوري المغربي في السن ده، يعني حوالي 31 سنة، مفاجئ قوي ومحتاج تفسير فعلا. مش ده المسار العادي للاعب في المرحلة دي من عمره الكروي. هو ده بالظبط يعني لب الموضوع وجوهر المفاجأة. الطبيعي أو المسار المعتاد للاعب بموهبة وخبرة زياش إنه يحاول يكمل في أوروبا أطول فترة ممكنة، أو مثلا لو ملقاش عروض أوروبية مناسبة ممكن يروح لدوريات خليجية بعقود ضخمة جدا. لكن الرجوع للدوري المحلي في المغرب، مع كل الاحترام طبعا لقوة الوداد والبطولة المغربية، دي خطوة غير نمطية خالص. وزي ما قلنا، حتة إن الصفقة انتقال حر دي ممكن تكون عامل مساعد. يمكن الخيارات اللي كانت قدامه في أوروبا ما كانتش على قد طموحه المادي أو الرياضي بعد تجربته الأخيرة، أو وده احتمال قوي جدا برضه إن اللاعب نفسه هو اللي كان عنده رغبة شخصية، يمكن عاطفية كمان، إنه يلعب للوداد بالذات في الوقت ده، لأسباب يمكن تتجاوز الحسابات الكروية العادية. وهنا بقى نوصل للسؤال الأهم فعلا: إيه الدوافع الحقيقية ورا القرار ده؟ أغلب المصادر تقريباً كلها بتربط بشكل مباشر بين إنه راح الوداد وبين رغبته إنه يرجع بقوة للمنتخب المغربي. كلنا طبعاً لسه فاكرين كويس قوي الدور الكبير اللي لعبه زياش في الإنجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم في قطر 2022، الوصول لنص النهائي. النقطة دي تبدو يعني منطقية جدا وبتفسر جزء كبير فعلا من قراره. لما ينضم الفريق بحجم الوداد اللي دايما بينافس على بطولات المحلية وغالبا موجود في دوري أبطال أفريقيا، ده بيضمن لزياش حاجتين مهمين جدا عشان يحافظ على مكانته في المنتخب. أول حاجة، اللعب بانتظام، يلعب ماتشات كتير وبشكل مستمر، وده أساس لأي لاعب عشان يحافظ على لياقته وحساسية الماتشات. وتاني حاجة، إنه يبقى تحت عين الجهاز الفني للمنتخب على طول بشكل مباشر ومستمر. اللعب في الدوري المغربي بيخليه في الصورة دايما بالنسبة لمدرب المنتخب.
يعني هو ممكن يكون حسبها كده، قال ألعب أساسي وبانتظام في الوداد وأبقى نجم الفريق وأضمن مكاني في المنتخب. ده ممكن يكون أفضل من إني أبقى احتياطي أو على الدكة في فريق أوروبي كبير ومكاني في المنتخب نفسه يبقى مهدد. ده تحليل واقعي جدا ومنطقي، خصوصا إن المنافسة على الأماكن في منتخب المغرب دلوقتي بقت صعبة قوي في كل المراكز تقريبا بعد النجاحات الأخيرة وظهور مواهب جديدة كتير. والمدرب الوطني وليد الركراكي أكيد بيفضل اللاعب الجاهز بدنيا وفنيا واللي بيلعب باستمرار مع ناديه. فممكن زياش شاف إن الوداد هو المنصة المثالية عشان يحقق الهدف ده، دقايق لعب مضمونة، دور قيادي في الفريق، ومتابعة مباشرة من جهاز المنتخب. وبالتالي السؤال اللي بيطرح نفسه، هل دي نقدر نعتبرها خطوة تكتيكية ذكية من زياش عشان يحافظ على مسيرته الدولية في المقام الأول؟ بس هل مفيش أي دوافع تانية ممكن تكون لعبة دور؟ يعني هل هو بس قرار عشان المنتخب وخلاص؟ صعب نقول إنه سبب واحد بس. لا طبعا، أكيد في عوامل تانية كتير متداخلة. ممكن يكون في شعور بالإرهاق من كتر التنقل في أوروبا وعايز يستقر شوية في بيئة قريبة منه ثقافيا واجتماعيا. ممكن يكون مؤمن فعلا بمشروع نادي الوداد وعايز يساهم في تحقيق نجاحات قارية جديدة للنادي الكبير ده. وممكن برضو زي ما قلنا قبل كده إن طبيعة العروض اللي كانت قدامه سواء في أوروبا أو حتى في الخليج ما كانتش مغرية كفاية مقارنة بالعرض اللي قدمه الوداد واللي بيضمن له دور البطولة في فريق كبير وجماهيري زي الوداد. الحقيقة غالبا بتكون خليط من كل ده. ده بيخلينا نفكر في تأثير الصفقة دي على الوداد نفسه بقى وعلى الدوري المغربي بشكل عام. بعيداً عن زياش كشخص، إيه اللي ممكن يضيفه لاعب بالإمكانيات دي لفريق زي الوداد؟ الإضافة المتوقعة طبعا كبيرة جدا. فنيا زياش لاعب بقدرات إبداعية رهيبة، رؤيته للملعب ممتازة، بيعرف يشوط من بعيد ومن ضربات ثابتة بشكل خطير، وتمريراته الحاسمة متقنة جدا. ده لوحده ممكن يحل مشاكل هجومية كتير عند الوداد ويزود الفعالية قدام الجون. وكمان وجود لاعب بخبرته دي وشخصيته القوية في الملعب وفي أوضة اللبس ده ليه تأثير إيجابي كبير على باقي اللعيبة، خصوصا اللعيبة الصغيرة منهم. ده غير إن وجود اسم عالمي زي زياش بيرفع من قيمة البراند بتاع نادي الوداد وبيزود الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالفريق بشكل كبير. طيب وبالنسبة للدوري المغربي ككل بقى، هل ممكن صفقة زي دي ترفع من قيمة البطولة نفسها؟ تجذب أسماء تانية كبيرة؟ ده الأثر الأوسع بقى اللي ممكن نفكر فيه على المدى الطويل، إن لاعب جاي مباشرة من تجارب حديثة في أندية أوروبية كبيرة تشيلسي وغلطة سراي يلعب في البطولة الاحترافية. ده بيدي مؤشر إيجابي جدا عن مستوى وقوة وجاذبية الدوري المغربي. ممكن يشجع لعيبة مغاربة تانيين محترفين في أوروبا إنهم يفكروا يرجعوا بدري شوية عن المعتاد. وممكن كمان يفتح الباب إننا نشوف لعيبة أجانب بمستويات أعلى يجوا الدوري المغربي. ده طبعا بيعتمد على حاجات كتير، استمرارية النجاح المالي والتنظيمي للأندية المغربية وقدرتها إنها تقدم عروض مغرية للعيبة دي. فالصفقة دي ممكن تكون بداية لاتجاه جديد فعلا، أو ممكن تكون مجرد حالة فردية. الأيام هي اللي هتقول. تمام. يبقى لو حبينا نلخص أهم النقط اللي اتكلمنا فيها النهاردة، حكيم زياش بالنجم المغربي الكبير راح رسمي لنادي الوداد الرياضي، صفقة انتقال حر، وده لوحده خبر كبير. تفاصيل العقد بالذات المدة لسه فيها كلام كتير بين المصادر، مش واضحة 100% طويلة ولا قصيرة. بس الأكيد إن في حوافز مرتبطة بالأداء وبالبطولات. اللاعب جاي من مسيرة كبيرة في أوروبا، أياكس، تشيلسي، غلطة سراي، والدافع الأكبر ورا الخطوة دي غالباً هو رغبته يرجع للمنتخب المغربي بقوة ويضمن مكانه فيه. لكن أكيد في عوامل تانية ممكن تكون لعبت دور، والصفقة دي متوقع يكون ليها تأثير كبير فني ومعنوي على الوداد، وممكن تكون مؤشر لتطور جاذبية الدوري المغربي. بالظبط كده. الصورة العامة للصفقة دي معقدة وفيها أبعاد كتير قوي. هي أكيد صفقة الموسم في المغرب ويمكن في أفريقيا كلها كمان. لكن بعيداً عن التأثير المباشر، نتائج الوداد أو حظوظ زياش مع المنتخب ممكن يسيب المستمع يفكر في نقطة أعمق شوية للمستقبل. اتفضل. هل خطوة زي دي بتعكس تغيير أكبر في أولويات اللعيبة المحترفة الكبيرة دلوقتي؟ زمان كان الهدف الأسمى إنك تلعب أطول فترة ممكنة في الدوريات الأوروبية الكبرى. دلوقتي بنشوف ظواهر زي نجوم كبار بيروحوا الدوري السعودي مثلا، ودلوقتي نجم زي زياش بيرجع الدوري المغربي وهو لسه قادر يلعب ويدي. هل ده معناه إن مفهوم النجاح أو المسيرة المثالية للاعب الكورة نفسه بدأ يتغير؟
هل اللعيبة بقت بتدور أكتر على المشاركة المنتظمة، على الدور القيادي، على القرب من الوطن، أو حتى الانضمام لمشاريع رياضية طموحة بره المراكز التقليدية للكرة العالمية؟ ممكن قصة زياش والوداد بي تكون فصل جديد في حكاية تطور مسارات اللعيبة المحترفة في الزمن ده. سؤال فعلا يستحق المتابعة والتفكير.